المرسلين أئمة الهدى ومصابيح الدجى ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. يطيب للمكتب الجهوي لنادي القضاة المغرب بجهة الحسيمة أن يحتضن في رحاب هذه المدينة حفلا بمناسبة شهر رمضان الكريم، ويتعلق الأمر بحفل إفطار جماعي منظم من قبل الجمعية المهنية للقضاة نادي قضاة المغرب، بعدما هذه الدعوة التي جاءت بناء على اجتماع المجلس الجهوي الأخير تكريسا للأعراف المهنية لمؤسسة القضاء، هذه الأعراف التي اندثرت والتي نحاول ما أمكن أن نقوم بإحيائها من خلال ربط جسور التواصل ما بين السادة القضاة ليس في الدائرة القضائية وحسب، وليس بين قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، وإنما بالجهة الشرقية ككل، بل وحتى على الصعيد الوطني. اليوم احتضنت الحسيمة هذا النشاط والذي حضر فيه القضاة من مختلف المناطق، من الدائرة الاستئنافية لوجدة، من محكمة الابتدائية لبوعرفة، استئنافية قنيطرة، استئنافية فاس، محكمة تاونات، بركان، الناظور، والدائرة الاستئنافية لتازا. وهذا إن دل فإنه يدل على المكانة التي أصبح يعتريها القضاء، ليس في عمله المهني من خلال تدبيره القضائي للملفات، وإنما حتى في تدبيره الجمعوي للحياة المهنية بصفة عامة أو بوجهها الشمولي. رحبنا بالجميع، وكانت الكلمة لجميع رؤساء المكاتب الجهوية، بل وحتى المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أرسل من ينوب عنه ممتلك الأستاذ الكريم الأعزاني من أجل إحياء هذه الروابط التي تأتي تكريسا للمبادئ التي أسس عليها نادي قضاة المغرب، وخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون الأساسي، والتي نتمنى أن تتكرر مثل هذه الاحتفالات وهذه اللقاءات لتلاقح الأفكار ولتبادل كذلك حتى الحديث بخصوص ما يعرفه وما يعتريه الحقل القضائي بربوع المملكة، لأننا اليوم نعيش في مرحلة انتقالية تفرض على المؤسسة القضائية وضعها في مقدمة قاطرة التنمية، وليس من خلال ذلك المفهوم الكلاسيكي للقضاء، المفهوم الذي أصبح متجاوزا في ظل الوثيقة الدستورية التي جعلت منه سلطة كباقي السلط، والذي يحتل كذلك حتى في الخطب الملكية السامية، وخاصة الخطاب الملكي الأخير الذي نجد فيه أن الرسالة هي موجهة كذلك للقضاء، للمؤسسة القضائية، ونحن معنيون كجمعيات مهنية وكقضاة بضرورة تكريس الثقة كما جاء في الخطاب الملكي، وبأن يكون القضاء حافزا للتنمية. المصطلحين الأخيرين حتى الجمعيات المهنية هي ملزمة اليوم بنص الخطاب الملكي بأن تنور للرأي العام من خلال الندوات ومن خلال أنشطتها الوطنية، هي ملزمة بتشجيع التنمية والاستثمار من خلال تكريس هذه الثقة وتأسيسا لمفهوم أوحد، وهو جعل القضاء في خدمة المواطن والسلام.